السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم في موضوع في غاية الأهمية والخطورة، وهو بمنتهى البساطة خلاصة السنين في زيادة إنتاج البيض. ليه الوصفات مش بتنفع؟ ليه؟ السر الحقيقي في خلاصة السنين في زيادة إنتاج البيض. إزاي حضرتك تاخد الإنتاج بأقل مجهود وبأقل تكاليف؟ إزاي حضرتك ما تصرفش فلوس كتير ولا تضيع وقت كتير، وفي نفس الوقت تاخد أكتر إنتاج تقدر تاخده من الطيور بتاعتك؟ ركز معايا لحد نهاية الفيديو عشان تعرف هذا السر الكبير. لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. بعد تجارب كتير ومصاريف كتير وتعب وصلنا للحقيقة، وبنحاول نوصل لكم الحقيقة دي في كل فيديو بشكل مختلف. الفرخة دي عبارة عن آلة، لكن آلة ليها روح. بس ادي كل الموضوع، آلة لها روح. كل فرخة بيبقى لها عدد بيض معين هي هتبيضه في عمرها كله. بالمناسبة مش هتقدر تديلك اكتر منه، بس المربي الشاطر يقدر ياخد العدد ده في وقت قصير، ويقدر ياخد العدد ده في وقت اطول. لو خدنا العدد ده في وقت قصير هنعرف نجيب فراخ تانية تبيض، وهكذا يبقى كترنا الانتاج وكثفنا الانتاج. وعشان الفرخة الآلة دي اللي ليها روح تديلك الانتاج، لازم تديها الوقود بتاعها بشكل صح، وإلا هتعطل ومش هتعرف تشوف لها صيانة، لأن دي مش آلة عادية، دي آلة ليها روح زي ما اتفقنا. النهاردة جاي أقولك الأساس بتاع إنتاجية البيض، الحاجة اللي بتشغل العنقود فورا، والكمية بالجرامات عشان توفر وتنتج في نفس الوقت. فكمل معايا لأن الفيديو فيه منتهى الأهمية. صحيح الأعشاب مهمة، الخلطات مهمة ومفيدة كمكملات، كفتح شهية، كوقاية من أمراض، لكنها مش هي اللي بتصنع البيضة. البيضة دي محتاجة بروتين وطاقة وكالسيوم بنسب علمية ومدروسة مختلفة من سلالة للتانية. الفرخة اللي بتاكل بواقي أكل البيت بس مش هتديلك إنتاج كويس، ولا صحتها هتبقى كويسة. بس مش هتديك إنتاج كويس وإنت هتبقى عارف ده، خلاص مش مشكلة. في بعض الناس بيعملوا كده، بياخدوا إنتاج على القد وموافقين وراضيين ومش عايزين إنتاج كتير، لكن بعد كده ما تجيش تشتكي من نقص الانتاج وتستنى حاجة اكتر من طاقة الطيور. لا، الطيور عندها قدرة تديلك انتاج على قد ما بتاخد منك غذاء، ودي خبرة السنين، ودي الافكار اللي لازم نحافظ عليها علشان ناخد افضل انتاج من الطيور بتاعتنا. ودي النقطة: 50 جرام علف، والعلف بروتين 21%. وصلنا للنقطة المهمة جدا، نوع العلف يا جماعة. مفيش حاجة اسمها علف بياض، مفيش حاجة اسمها كده. العلف بيتحسب بنسبة البروتين اللي فيه. علف 21% بروتين، هو ده هاته، هو ده الموتور بتاع الانتاج، هو اللي فيه نسبة البروتين اللي تقدر تبني بيضة كل يوم وتغذي العنقود كل يوم. ده المقدار الذهبي كمان للعلف، لان انت لو غيرت العلف ده وجبت بروتين اقل هتلاقي نفسك بتقدم كمية اكبر علشان تعوض، وهتلاقي نفسك كذلك محتاج تعوض الطائر بانواع تانية من المكملات. حلو. انما نوع العلف لو كويس بيغنيك عن كل الكلام ده. تمام. المقدار ان الفرخة الواحدة بتحتاج 50 جرام علف فقط لا غير في الوجبة الواحدة، وما ينفعش تزودها عن كده. اوعى تقول ان انت لما تزودها مثلا الانتاجيه بتاعت البيض هتزيد، لا، انت كده ممكن تكون بتضحك على نفسك او ما عندكش معلومه. انتاجيه البيض مش هتزيد ابدا 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 باي حال من الاحوال لو انت رحت زودت ايه، زودت كميه العلف. زياده كميه العلف مش هتؤدي الى اي شيء ايجابي، بل هتؤدي الى اشياء سلبيه
احنا في غنى تام عنها. طيب المفروض ان احنا نعمل ايه دلوقتي؟ بنقدم ال50 جرام بس. ال50 جرام بس دول هم الكافيين جدا جدا علشان يدونا اللي احنا محتاجينه من ايه؟ من بروتين للطائر. 50 جرام من العلف ال21% بروتين، يعني فيهم حوالي 10.5 جرام بروتين. 10.5 جرام بروتين دول في منتهى الضرورة والأهمية للطائر. من غيرهم الطائر مش هيديلك أي إنتاج. من غيرهم الطائر هيبقى آلة معطلة عن العمل. فلازم حضرتك تكون حاطط ده في الحسبان وفاهم كويس ان دي اساسيات مش فرعيات، مش رفاهيات. تمام. فالمفتاح بتاع الخزنة بتاعة انتاج البيض انك تديهم 50 جرام من العلف ال21% بروتين، وان انت ما تزودش عن ال50 جرام. احيانا ممكن 40 جرام يكفوا بالمناسبة عادي. 50 جرام دول كمان كتير. لما تديهم بقى كل فرخة 100 جرام من العلف انت كده بتأذيهم. والزيادة دي صعب شوية تعمل تلييس وتعمل دهون على المبايض، بس الزيادة دي مش هتكون مفيدة. يعني هتكون زيادة عن احتياج الطائر، فهتربي لحم، مش هتربي دهون بس هتربي لحم، وانت كده بتسمن الطائر. والتسمين ده مش هو الطلب. احنا عايزين الفرخة تبقى رشيقة، لان زيادة اللحم مع الوقت بيزود دهون، ومفيش لحم بيزيد من غير ما الدهون تزيد. تمام. فانت بتربيها عشان تاخد منها لحم ولا بتربيها عشان تاخد منها بيض؟ لذلك ما ينفعش تزود جرامات البروتين او جرامات العلف باي حال من الاحوال. المفتاح يا جماعة في ال50 جرام دول بيتقدموا في وجبة اساسية، وباقي اليوم تكمل بخضرة، باقي اليوم تكمل ببواقي الاكل الخفيفة، باقي اليوم تحط اعشاب ومكملات براحتك، بس العلف لا غنى عنه في اي يوم من الايام. والعلف ال21% بروتين ده يا جماعة اساس الانتاجية. بس احيانا انا بنصحكم ان انتوا تريحوا من العلف شوية. بتبقى مرة كل فين وفين ولا مرتين بالكتير. تمام. بنقدم شعير محمص، بنقدم اي حاجة كده بديلة. تمام. بتساعدنا برضو بالمناسبة ان الطيور بتاعتنا تغير الروتين بتاعها وتتعود على اكلات تانية، تتعود على حاجات تانية ممكن تكون مفيدة. مهم جدا ان انت برضو تعمل التنوع ده، لانه هيفرق مع الطيور بتاعتك، وانت هتستفيد في النهاية ان الطيور بتاعتك هتاخد اكبر قدر من الغذاء. فانت في النهاية هتاخد اكبر قدر بعد كده من من الانتاج بتاع البيض باريحية ومن غير ما تصرف فلوس كتير. ده كان الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان توصلك كل الحلقات الجديدة اول باول. ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.